الشيخ محمد حسان. احنا لا ننادي ولا نريد الدولة الدينية بالمفهوم الثيوقراطي، بمفهوم الحكم الإلهي، هذا انتهى ولا ينادي به مسلم عاقل على وجه الأرض. نحن نريد دولة مدنية، وأنا أعلنها مدنية، بمعنى أن تكون دولة مدنية، دولة عصرية فيها كل وسائل المدنية الحديثة، لكن بمرجعية شرعية، بمرجعية المادة الثانية من مواد الدستور المصري. ولا أريدها دولة دينية بالمفهوم الثيوقراطي أن يكون فيها الحكم للإله على الأرض كما يدعي البعض. لا، مضى زمن العصمة. أحسن الله إليكم. يقول بعض الدعاة إلى الله يدافعون عن بعض الدساتير الوضعية ويطالبون بالتمسك بها بحجة أنها أخف شر من غيرها، وأن الحاكم لن يحكم بالشريعة، فهل فعلهم ذلك صحيح؟ هذا دعوة إلى الكفر والعياذ بالله، وهؤلاء ليسوا دعاة إلى الله. لا يجوز الأمر بتحكيم القوانين وتحكيم الأنظمة ويقال هذه أحسن من الاختلاف. هذه هي الاختلاف نفسه، لا يجوز هذا. لا حكم إلا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولشريعته، لا بد من هذا.